السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي، اخباركم عاملين إيه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقة جديدة معاكم النهارده مكملين في سلسلة الفيديوهات القصيرة اللي وعدنا حضراتكم بيها. هنتكلم النهارده في حلقة جديدة لسه الحلقة بآية من كتاب الله. النهارده معانا الآية رقم 12 في سورة النساء. ربنا عز وجل بيقول: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله والله عليم حليم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. آيات جميلة النهارده كانت معانا. ندخل في حلقة النهارده على طول. بالنسبة يا دكتور، هل في معجون سنان معين ممكن نستخدمه يشيل طبقة الصفار نهائيًا من على أسناني؟ أقول لك لأ. خلّيني صريح معاك، ما فيش معجون بيحسّن درجة الصفار بتاعة السنان. درجة الصفار بتاع السنان ساعات بيكون في بقعة عندك جامدة محتاجة إن هي تتشال مثلًا عند الدكتور بالكونترا. ممكن تكون البقعة اللي عندك دي مش بقعة أصلًا، يكون مثلًا طبقة المينا اتاكلت شوية فتحتها في طبقة الدنتين بتبقى دي طبقة صفرا، فتلاقي السنة مدية لون اصفرار، وده الطبيعي بتاعها، لإن زي ما باقول لك الطبقة اللي برّه المينا دي بتكون بيضا خالص، اللي تحتيها طبقة الدنتين، فأنت لو تاكل شوية منها بتدّيك السنان نوع من الإصفرار، وده طبيعي عادي ما فيش أي مشكلة. بلاش يا جماعة، هارجع أكرر تاني، قُلناها في حلقات قبل كده، نعمل موضوع التبييض ده، لإن ده عبارة عن مواد كيميائية بتتحط على السنان بتدّيك يعتبر إيه، نتيجة عاجلة إن هي حلوة وسريعة، بس على المدى البعيد لو كررت الموضوع على مدى سنوات بيبدأ إن طبقة المينا دي تتقشّر وتبدأ إن تحصل ليها مشاكل تانية، لإن دي ألوان صناعية بتاكل في المينا على المدى البعيد. فخلّي بالنا من الحكاية دي. أشوفكم الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.